ومنظومة السكك الحديدية في اليابان واحدة من أفضل المنظومات على مستوى العالم. فلو حبيت إنك تركب قطار من محطة طوكيو هتلاحظ إن مشغلو القطارات عندهم عادة غريبة واللي هي الإشارة والنداء. وده معناه ان كل عمال تشغيل القطارات من السائق لحد اللي واقف على الرصيف بيتبعوا نظام الاشاره والنداء. زي ان القطار اول ما يمر باشاره خضراء ساعتها بيشير مشغل القطار للاشاره ويقول الاشاره خضراء، ولما يدخل القطار او يخرج من محطه بيشير مشغل القطار ويصيح بالسرعه المحدده انه يلتزم بيها واللي بتكون ظاهره على مؤشر السرعه قدامه، وانه غادر حسب الجدول الزمني المحدد ويذكر وقت المغادره. وعلى الرصيف كل الموظفين المسؤولين عن القطار على امتداد الرصيف وقبل مغادرة القطار يصيحوا بأن كل شيء سليم. وده معناه ان كل تفصيلة بتخص العادة بيتم تحديدها والإشارة ليها، والعملية دي معروفة بأسلوب الإشارة والنداء، وهي منظومة السلامة اللي تم تصميمها بهدف تقليل الأخطاء. وموضوع الإشارة والنداء ممكن إنه يبان إنه أمر سخيف، إلا إنه بيعمل بنجاح عظيم. وأسلوب النداء والإشارة قلل من الأخطاء بنسبة 85% ومنع الحوادث بنسبة 30% في اليابان. وأهم فائدة في أسلوب النداء والإشارة هو إنه بيرفع مستوى الإدراك من المستوى اللاواعي للمستوى الواعي. والكاتب هنا بخصوص أسلوب النداء والإشارة بيقول إن زوجتي بتمارس نفس الأسلوب ده، فمثلا لما نكون خارجين بتنادي وتذكر نفسها بصوت عالي بأسماء الأشياء اللي مخطط إننا ناخدها معانا وإحنا خارجين، زي إنها بتقول لدي مفاتيحي، لدي نظارتي، لدي كذا، لدي كذا، لدي كذا، إلخ إلخ إلخ. وكل ما أصبح أسلوب النداء والإشارة سلوك أوتوماتيكي هيدخل في اللاوعي عندك وهتمارسه بدون تفكير في المرات اللي جاي.